عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وصفتنا هتكون سيرة بالنعناع. معايا كده كوبايتين من السكر وكوبايتين الا ربع من المية، مش هقلبهم ولا اجي منهم، هحطهم على طول على النار. اول ما يغلوا هنزل عليهم بعصير نص ليمونة وحزمتين تلاتة كده من النعناع، انا غسلاه كويس واخده منه الورق. هنزل عليهم كده بشوية النعناع دول، اسيبه بس يغلي غلوة كده، وهنزل عليه بعد كده بلون غذائي صحي، لون اخضر. هيديله كده لون اخضر للنعناع كده، بجد هيبقى حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده، هسيبه حوالي 5 دقايق كده على نار هاديه يغلي غلوتين، وبعد كده هطفي عليه، وبعد كده هصفيه واسيبه يبرد. ممكن بقى تحتفظ بيه كده في اي ازازه وفي التلاجة. عندي بقى هنا شويه تلج كده في الكوبايات، هنزل عليهم بالسيرب زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنزل عليهم بعصير ليمون. طبعا رتبي على نفسك وعلى ضيوفك كده، واقعدي كده قعده حلوه روقان كده في البلكونه، بجد حاجه عظمه. زي ما انتم شايفين كده شويه ليمون. ممكن بقى تستكفي بميه ساقعه وعليها سكر، وممكن تعملي زي ما انا عملت كده، حطيت عليها سفن. بجد تحفه، وهتوديها في حته تانية خالص، ولا كأنكم قاعدين في احلى كافيه. بص الجرمان، يجي لك ضيف على سوا، تطلعي السيرب وتعملي لهم احلى عصير. تعملوا بقى ليمون كده بالنعناع، بجد فريش وتحفه. كده بقى ننشي ليمون كده ونقعدوا قاعده حلوه كده في البلكونه، بجد روقان. رتبي على نفسك كده وعلى ضيوفك في الجو الحار اللي احنا فيه ده. بصوا الالوان مبهجه، بجد كل اللي داقوا عجبه جدا. يا رب الوصفه تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.